أول مرة نسمع بأن دولة في مستوى أمريكا عضوة ومؤثرة في مجلس الأمن تقف ضد وقف القتال. هذه لأول مرة. عادة مجلس الأمن في أي نزاع أول ما يصدر بيان لوقف القتال في أي مكان في العالم. الآن بعد مرور أكثر من 45 يوم ما زالت أمريكا متمسكة بوقف القتال. أمانة فوق 75% من الشهداء أطفال ونساء. ماذا تريدون؟ كم العدد الذي يريحكم لكي تدعوا لوقف القتال؟ كم العدد؟ أكثر من الآن طفنا في مشارف 14,000 شهيد وفوق 35,000 جريح. هذا لا يحرك إنسانيتكم التي ادعيتم على سنوات طويلة بأنكم مع حقوق الإنسان ويجب احترام القانون الدولي. الآن نسفتوا شيء على مستوى العالم اسمه قانون دولي. الآن القانون الدولي يعني للأسف تم نسفه ولا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا في أي نزاع. والانتقال الآن إلى الضفة الغربية. أمانة يعني انتقال استهداف الضفة الغربية يمحي النظرية التي هم استندوا عليها وهو محاربة حماس كما ادعوا. الآن كما يعلم الجميع بأن لا يوجد أي عنصر من عناصر حماس داخل الضفة الغربية. هذا يؤكد بأنهم لديهم استراتيجية يضعون لنفسهم الحجج التي يبنون عليها هذه الاستهداف. أمانة طبعا احنا كبرلمان عربي نتحدث اليوم باسم الشعب العربي. كلامنا إلى الشعوب العربية، إلى الشعوب المحبة للسلام حول العالم. فما زال الأمل معقود على الشعوب في ظل التخاذل والمواقف المخزية للدول الكبرى والمنظمات الدولية. لكن ولله الحمد يوما بعد يوم تتكشف الحقائق وما يبشر بالخير بأن هناك انتفاضة شعبية عالمية بل وانقسامات بين المواطنين داخل الحكومات والمؤسسات الغربية التي تدعم بانحياز أعمى لقوة الاحتلال. وتزداد يوما بعد يوم بعد تكشف أن ما يحدث هو حرب إبادة وحرب ضد الإنسانية وليس كما زعموا أنها دفاعا شرعيا عن النفس. فالمحتل لا يدافع عن نفسه، فليس من حقه أن يدافع عن نفسه. فلسطين عربية وستبقى عربية بالكامل. هذا ما نؤمن به وهذا واجبنا في القيام به. طبعا إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ترتكب بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، حيث نسفت ودمرت قوات الاحتلال المدارس والمستشفيات التي تهوى آلاف النازحين وقتلت وشردت الآلاف منهم. ما زال هناك الانتهاك. أمانة يعني الآن ندخل في فلسفة جديدة في موضوع الحروب. استهداف المستشفيات والمدارس والعزل أمانة للأسف مدعوم من القوى الغربية ومن دول كبرى.